تعد مسألة لجوء المنتخبات الإفريقية بما في ذلك منتخب السنغال إلى السحر أو الطب السحري جزءاً من موروث ثقافي واسع الانتشار في القارة، وثثار هذه المزاعم بشكل متكرر في وسائل الإعلام خاصة في البطولات الكبرى. وقد تصاعد الحديث عن هذا الأمر مؤخراً في كأس الأمم الإفريقية 2025 الجارية حالياً. التفاصيل والمزاعم الأخيرة: مزاعم علاج ساديو ماني قبل كأس العالم 2022 في قطر. أثارت الأمين العام السابق للفيفا السنغالية فاطمة سامورا ضجة إعلامية بالحديث عن أن الاتحاد السنغالي قد يستعين بأطباء صحراء للمساعدة في شفاء نجم الفريق ساديو ماني من إصابته، أملاً في لحاقه بالبطولة. لقطات غريبة في المباريات: تم تداول مقاطع فيديو تظهر لقطات غريبة خلال المباريات الأخيرة، مثل محاولة حارس السنغال الثاني التمسك بمنشفة إدوارد ميندي ومنعه من جمع الكرات أو قيام شخص من الطاقم السنغالي ببعض الطقوس على أرض الملعب، مما أدى إلى تدخل حامل الكرات لإيقافه. يتم تفسير هذه الأفعال في سياق محاولات التأثير على نتائج المباريات باستخدام الشعوذة. ظاهرة استخدام السحر ليست مقتصرة على السنغال، بل هي منتشرة في العديد من الدول الإفريقية.